الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اكتر حته فيها تكاتك. هو انا ما جاليش حاجه على المحفظه حزناتي، الكلام كده مش مطمن. السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ يوم جديد ويوم توصيل طلبات من توصيل الطلبات القديمه بتاعت زمان، اللي كنا بناخد الطلبات الخاصه ونطلع نوصلها بقى مرجو والمطريه والحتت الشعبيه دي كلها. هنروح ناخد الطلبات دي وهنوصلها كلها. سيبكم تتفرجوا على الفيديو، هناخد لفه مع بعض بالموتوسيكل ومشاهده ممتعه. فوله وحش. بس. هات المفتاح. لازم تدور يعني. لا بقول لك المفتاح الناحيه الثانيه ما انا فاضي. لا خلاص يا اخويا، جوز جنيهات يا عم. كلنا بنطبطب على بعض. نروح بقى نستلم الشغل ده توصيل طلبات خاصة. المفروض ان الشغل ده تبع اخويا، ولكن اخويا عنده وعكة، فانا طلعت بالطلعة دي بداله. توصيل طلبات غالبا هتبقى كلها في الشعبيات زي الفيديوهات الاولانية كده، فاكرين؟ اللي فاكر واللي متابع معايا من زمان يكتب لي تحت في الكومنتات فاكر. هتشوف الفيديو ده توصيل طلبات بس، فول المكنة علشان نبقى ماشيين مطمنين، عشان مش عارفين الطلبات هتودينا لحد فين. لسه هقدر اراجع عليها انا. ماشي، استلمنا اول طلب. لا اول طلب ايه، احنا استلمنا الطلبات كلها، واول طلب معايا هنا عند الملف شبرا الخيمه، وانا قريب منه جدا 4 دقايق. سيبك من الجي بي اس دوت، هو بس ايه هيرجع لعقله دلوقتي. هنوصل هناك ونسلم اول طلب. معايا انا طلبات لحد الدقي، معايا الوراق ومبابه والدقي، ومعايا مساكن اسكو. فانا غالبا مش عايز اخش مساكن اسكو، فهطلع دائري انزل مساكن اسكو وبعدين ارجع تاني دائري واخش بقى على الوراق وامبابه، علشان ما امشيش في المكسر جامد يعني، علشان انجز. انا بالنسبه لي يبعد لي المسافه بس يديني طريق احسن، توفر معايا وقت، ما عنديش مشكله انا. فهنوصل عند الاول هنوصله في الملف. تاني واحد هيبقى عند كوبري عربي، بعد كده اطلع الدائري من الشارع الجديد. ولا بص قدامك يلا بالعجله ال3 ادوار دي. انا وصلت قبل ال5 دقايق، هقف واقوم مديها مكالمه صاحبه الطلب، قالت توصل وكلمني. والكلام كده مش مطمن. اوصل وكلمني دي يعني هي لسه بقى هتفكر هتعمل ايه، مع ان انا كلمتها وقلت لها 5 دقايق وهوصل. فهنشوف ايه اللي هيتم. احنا هنخش عند اول ناصيه شمال وهنقف. ده اللوكيشن اللي معانا. طبعا انا وانا خارج باخد الطلبات وباخد اللوكيشن والارقام بتاعت الناس اللي هتستلم، يعني بقى معايا كل حاجه توصلني للعميل. ماشي، هنقف هنا. احنا واقفين عند علامه صيدليه يحيى رمضان. يحيى رمضان. ماشي، دي هتبقى حد يستلم، حسابها 435. نايم انت ايه ولا في الدماغ؟ دول 600. طب انا مش معايا فكه خالص، انا كده عايز 35 جنيه. 10 20 30 دي زياده. ماشي يا عسل. العفو يا عسل. وادي اول طلب. تاني طلب كلمتها قلت لها 10 دقايق
وهبقى عندك. ويلا بينا. قفلت الصندوق. قفلت الصندوق. عامل انا القفل بتاع الصندوق ده عموله. الصندوق ده اصلا كان برزه وبيركب فيها قفل. لا فاضل ايه مش هنام. كان بيعمل لي مشكله ايه بقى، طول ما انا ماشي القفل يقعد يتهز كده، والرزه اصلا بتخبط في بعضها جامد. فانا رحت عامل لها القفل ده زي سوسته كده، بتقفل الشنكل وتقوم منزل السوسته تقفل معاك، وحاطط لها كاوتش داير ما يدور على الصندوق علشان برضو بيعمل صوت. فلما حاطط لها الكاوتش ده منع الصوت. الكاوتش ده بيتباع، الناس بتحطه على بيبان العربيات وعلى الازاز والكلام ده، بيمنع الصوت زي ضغط هوا كده. لما بكبس انا القفل بتاعي بيكبس هوا، فما بيخليش اي صوت يطلع، كاني مش مركب صندوق، ما بحسش بيه. فما فيش ازعاج، ما فيش اي حاجه، تشتغل طلبات وانت مطمن، ولا مطب بقى ولا حاجه تطير ولا الكلام ده كله. وخلينا نروح على الاوردر اللي جاي عند كوبري عرابي، عند الخديوي بالظبط. الخديوي مشهور جدا طبعا في شبرا الخيمه، وبقى في حتت كتير قوي دلوقتي، حتى اني شفته في اسكندريه. الطلعه بتاعت اسكندريه شفت انا الخديوي هناك على الكورنيش. الخديوي عطلان هو دلوقتي شويه، بيجدد. كل رمضان بيعمل كده. الاوردر الثاني وحسابه 235 جنيه. الاوردر اللي جاي بقى هو اللي تقريبا هيشقلب لي الخطه بتاعتي، الخريطه بتاعتي، لان انا معايا دلوقتي معايا وراق ووحده، معايا 2 وحده وواحد دقي، يعني معايا 2 امبابه وواحد دقي. فانا ممكن اخد كورنيش واوصل. معايا بقى واحد في مساكن ايسكو، فمساكن ايسكو ده اضطر اطلع الشارع الجديد واخد دائري علشان ما امشيش في المكسر جامد، وبعدين انزل مساكن ايسكو، وبعدين ارجع تاني دائري واخدها بقى من الناحيه الثانيه اطلع على امبابه. 235 ولا 50. نتوكل على الاوردر الثالث. يلا توكلنا على الله. طبعا انا مش همشي على اللوكيشن، هو اللوكيشن جايب لي ايه؟ ايه اللي اللوكيشن عامله ده؟ عايزني اطلع عرابي واطلع على الزراعي واطلع الدائري. بيني وبينك والله هيكون برضو اسهل من الشارع اللي انا همشي فيه، بس انا مش همشي كده يعني. ما انا عندي طلع الدائري في الشارع الجديد هنا، اطلع طلع الدائري وامشي فوق طلعه واحده بس. تيجي نحسبها وقت، نحسبها وقت. الساعه 12 و6 دقايق اهي. خلينا نشوف هنوصل هناك امتى، وانا برضو هحاول انجز. عامل اشاره يمين، مفيش دخله يمين، هيقف ماشي. حسابات سريعه كده، حسابات سريعه. الزرار ده بيعلق معايا النور العالي والنور الواطي. مش مشكلتنا دلوقتي، مشكلتنا ان احنا نوصل هناك في خلال ربع ساعه لحد اكتر. هل ممكن؟ نحاول. ده الشارع اللي فيه مسجد كريستال عصفور، والشارع ده اخره هيطلعني الدائري. هطلع الدائري واول نزله هتبقى نزله بهتيم. نزله بهتيم دي انت بتنزل على مساكن ايسكو اللي هي اسمها بهتيم مساكن لو انت بتركب عربيات، فهتنزل هتبقى اقرب لي بكتير من الشوارع الداخليه. حزناتي ولع الدنيا.
ما برضاش اخش هنا، والله ما اعرفش الشارع ده اتعمل كده امتى، من الواضح ان هم شغالين فيه من زمان يعني. اوه تراب، اوف. طب كويس ان انا ما جيتش من هنا من الاول. قطاع الدائري، يلا يا وحش. بس التراب من هنا ده، والله من هنا التراب ده، من هنا من الحته دي بس. حسبها 655، قالت هتنزل 700، يعني هي عايزه 45 جنيه. احنا معانا فكه، معانا فكه دي 10 20 30 40 45. 5 من المغسولين اهم، 5 نضيفه اهو. في سبت نازل هناك اهو، ادي 45. ما اضمنش ال5 خطوات دول ايه اللي يحصل، فانا هاخد التليفون والمفتاح. الناس اصلا بتشوف الخوذه والكاميرا والكلام ده بتتخض. مين اللي جاي لنا ده؟ الشراوي بعت لنا فاندام ولا ايه؟ ماشي، ادي الاوردر، ادي الاموال، ادي الباقي، ادي 2 4 5 6 7. اوكي، هنتوجه على ده. والطلب الثاني بعده على طول، يعني الاثنين كده جنب بعض، فانا هتوجه على ده. وهي قالت انا هحاسبك فودافون كاش وهديك الخدمه. قلت لها مفيش مشكله، حولي لي انا ولا تحولي لصاحب الطلب؟ قالت لي هحول لك انت. قلت لها طيب توكلنا على الله. حسابك 525. قالت لي هحول لك 550، وانا كده مستفيد ب 25 جنيه زياده، غير اصلا توصيل الاوردر. توصيل الاوردر اصلا تقريبا ب 70 او 80 حاجه زي كده. فمعايا 16 كيلو وهنمشي على الدائري شويه حلوين، ولكن هنقدر نوصل لاوردرين جنب بعض، وهنطلع من عندهم على الدقي. العربيه اللي ورايا شكلها يخوف دي، محدش شايفها في المرايه، الراداتير مكشوف وبتاع، والمشكله انا لو عديته هيردمني تراب. قيام الليل طبعا شغال. شكله جميل ما شاء الله. انا كنت شغال هنا في شبرا الخيمه، في الزون بتاعت شبرا الخيمه، كانت اكتر حته بتضايقني الحته دي. حرفيا انت بتكتم نفسك لحد ما تعدي، هي كده مفيش تراب كويس يعني، بتكتم نفسك لحد ما تعدي. مفيش تراب عشان الارض مبلوله، فمفيش تراب بيطير. المكان مقفول فالتراب كله بيتجمع ما بيبعدش. كنت بكتم نفس الجزء ده لحد ما اطلع الناحيه الثانيه وبعدين اتنفس. وفي الشتاء بتبقى عايمه ميه، اكيد الناس اللي من هنا عارفه الموضوع ده بتعاني منه، بتبقى عايمه. يلا نطلع الدائري. الطريق ازاي معفره على كل اللي وراها. شارع الوحدة، الشوارع المشهورة جدا هنا طبعا. العميلة بتقول بعتلك
300 وهديك 250 كاش. وطبعا انا لازم اخلي بالي من حوار ال 300 ده اتبعته ولا لا. مفيش حاجه جات لي. ايوه يا استاذ، انا كده واقف على اللوكيشن في شارع على نصيته اسماك عمار. هو انا ما جاليش حاجه على المحفظه. ايوه استعلمت. لا معايا اهي المحفظه بتاعتي، انا فاتحها مفيش حاجه جت عليها. طب انا بقول لك مفيش حاجه جات لي، المحفظه كلها ما فيهاش 300 جنيه. طب وريني كده السكرين، يمكن انت بعت الرقم غلط. بتقول لي بعتهم لك وانا مفيش حاجه جات لي. انا اللي معايا 118 جنيه وده حساب قديم، يعني مفيش حاجه جات لي على المحفظه. من الصعب جدا، من الصعب جدا حد يقول لي حاجه ما حصلتش. هذا وهو علشان في كاميرا. طالما في كاميرا فكل حاجه متصوره. 525 525 بعد شويه 2 3 4 5 قدام الباب 10 20. ايوه ماشي يا ابو الصعود حبيبي. 525 وطلع مفيش حاجه اتبعتت ولا في سكرين ولا في اي حاجه. الكلام كان ان الفلوس اتحولت والفلوس ما اتحولتش. الاوردر الثاني بعده على بعد 3 دقايق مشي. نصيتين يا عيني على الجمال. شارع العروبه. ما اتصلتش لانه جنبي على طول. الاوردرين الاثنين في شارع الوحده، فحلو قوي. الاوردر اللي فات ده لو واحد على نياته شويه كان ممكن لبس في ال 300 جنيه دول، لان هي بتقول لي انا حولتهم لك وهنزل لك البنت بالسكرين، ولا مش عارف انزل لك الولد بالسكرين، السكرين بتاعت التحويل يعني. وطبعا انا ما بعتمدش الرسائل الاس ام اس. انت ممكن يجي لك رساله ان انت جالك تحويل والكلام ده، ما تعتمدش الاس ام اس. افتح المحفظه الجميله بتاعتك او افتح الانستا باي لو انت هيتبعت لك على الحساب البنكي وتاكد ما جالكش فلوس خلاص ما تسلمش الحاجه. المفروض ان انا دخلت الشارع اللي هسلم فيه الاوردر و جميل ده اوردرين جنب بعض بالظبط. نقف هنا ونتصل بصاحب الاوردر. الطلب ده الراجل مش موجود ولكن اسلوبه جميل يعني. بيقول لي استناني بس 10 دقايق اوصل عندك، فمفيش مشكله استناني ل 10 دقايق. فخلينا نطلع نقف على الناصيه. يعني في حركه ما نحسش بال10 دقايق، ولكن هنا يعني شارع مقفول وكده تحس بالملل شويه، فخلينا نستناه على الناصيه بره. وبيقول لي ممكن تجي لي، يعني بيديني عايز يديني اللوكيشن واروح له، وانا ما اتصلتش بيه. ما اتصلتش بيه ليه؟ لان انا قلت انا كده كده جاي هنا يعني، واوكي مفيش مشكله بالنسبه لي يعني. نستنى ال10 دقايق دول عادي. كام 1310. هتشوف. بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 300. عايز انت 20؟ ماشي شكرا ليك جدا حبيبي. فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا اخر واحد، الاخير ده تبعنا. يلا نتوكل على الله. كلمت العميل الاخير وكمان الراجل اللي انا استنيته ده يعني كتر خيره. انا ما كنتش منتظر منه والله مقابل عادي، انا عملتها اخويه يعني. الموقف ده احنا كلنا ممكن نقع فيه، وخاصه ان انا ما كلمتوش لان كان جنبي اوردر، فقلت خلاص هما في نفس المكان يعني. فهو دفع لي 20 جنيه زياده. المفروض ان انا هطلع عليك كورنيش واكملها كورنيش. المشكله ان هنا في ملف، يعني انا كده على طول في طريقه اهو رصيف، الملف قدام شويه. الجي بي اس بقى تقريبا ما بيعترفش بالملف ده، على طول ما بيجيبوش. الجي بي اس بيجيبك ان انت تكمل في الوحده على طول. خش يا ابو التكاتك.
ده بقى اكتر حته فيها تكاتك يا جدعان، اكتر حته فيها تكاتك. هو اتفاجئ بتاع الفيرنا ده، اتفاجئ لقاني جنبه. خلي بالكوا ساعات برضو العربيات الملاكي واي عربيات تتعذر برضو في حته ان هو ما يشوفكش، لان احنا فعلا يعني الحجم صغير في المرايه وبنتنقل بسرعه، فممكن يشوفني هو في اليمين وبعدها مفيش بثانيتين يلاقيني جنبه جنب الباب على الشمال، لان انا بعرف اتحرك بسرعه. فبرضو ساعات بيبقى ليه عذر زي الراجل ده كده، هو فجاه لقاني جنبه، هو كان عايز ياخد شمال عشان يطلع من العربيه اللي قدامه ويطلع على المطب معاها. الشارع اللي جاي ده، ايوه هو ده. السبكي. الجو برد يا اولاد، الجو برد. اهو البيت الدور الرابع. طيب احنا كده خلصنا الطلبات بتاعتنا، عملنا 6 طلبات، و6 طلبات دول بالنسبه لي لو هشتغلهم على طول انا هبطل ديدي وهبطل اندرايف وهبطل الشغل على التطبيقات خالص واشتغل عليهم هم بس، لان المسافات بتبقى طريق واحد تعمل منه مبلغ حلو في طريق واحد في سكه واحده، يعني ساعتين 3 تلاقي ربنا كرمك بمبلغ حلو وتبقى انت مرضي ودنيتك حلوه وكله تمام. مش عايزك تطلع من الفيديو ده من غير ما تعمل لايك، ولو انت مش مشترك اشترك دلوقتي في القناه واكتب لي دعوتك الحلوه في الكومنتات، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله. هسيبكم في رعايه الله، سلام. اعمل يا جدع لايك، قول لي الله ينور، ما تقل. هو في يبقى كده بتقدرني.